قسم الحدائق التخصصيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اولا احنا سعداء بالديبارتمنت نفسه، البافيليون حلو جدا. خلينا نتكلم على الحاجات الجميله اللي انتم عاملينها دي، ايه الاخبار؟ شكرا جزيلا اولا على حضوركم، شرفتونا ونحن سعداء كذلك بمقابلتكم ونكون جزء من النسخه ال 32 لسوق السفر العربي. اليوم نحن عند دبي سفاري بارك، هي طبعا الوجهه المستدامه في دبي. نحن نسعى ان نحن نكون نوفر تجربه سياحيه تثقيفيه للحفاظ على الحياه البريه. ومن منبركم الكريم يسعدني اني انا اقول لكم ان لكل تذكره او لكل زائر يزور دبي سفاري بارك في نسبه من المبيعات تروح للحفاظ على الحياه البريه. يعني انا عاجبني قوي البارتيشن بتاعكم، متوضب حلو جدا. كل الناس اللي بتعدي حابه تعرف اكتر عن الحديقه وكده، فانا بحييكم على الديكورات والعربيه دي كده. شكرا جزيلا. شكرا. طيب خلينا نتكلم اكتر الشركه، ايه التطور اللي بيحصل فيها سنه ورا الثانيه؟ انتوا كل شويه في ايفنتس جديده، في مشاريع جديده، كلمنا اكتر عن المشاريع. نعم. نحن طبعا الحمد لله الموسم السادس الحالي هو افضل موسم مر على تاريخ دبي سفاري بارك. شهد يعني زياده في مبيعات الشركات السياحيه بنسبه 67%. نعم الحمد لله، فهذا انجاز نحن نفخر فيه. بس اكيد ده وراه اسباب. نعم صحيح. نحن نسعى في دبي سفاري بارك تطوير التجربة الزائر، نعمل بعض الاكتيفيشنز او الفعاليات الجديده مع كل موسم. طبعا في الموسم السادس كان عندنا تجربه سفاري الليلي. سفاري الليلي كان سولد اوت، يعني طول الفتره اللي كان مفعل. فكره عظيمه مع ارتفاع درجات الحراره. أيوة. كله هيبقى حابب اكيد. نعم نعم، والحمد لله كان عندنا اكثر من 17,000 زائر بس لتجربه سفاري الليلي. بس فضول مني، احكي لي كده عن سفاري بالليل، بيبقى عباره عن ايه؟ نعم. ده معناها بقى اضاءات كتير جدا؟ لا بالعكس، نحن لانها يمكن مثل ما عارفه انت في حيوانات ليليه. ايوه. فنحن بالعكس يعني حاولنا ان نبرز الحيوانات هذه اللي تنشط في الفتره المسائيه او الليل. مهم قوي ان احنا نتكلم على الحفاظ على البيئه في الوضع ده، وعلى فكره السستينابيلتي وازاي نحافظ عليها مع وجود التحول الرقمي. الاثنين تحس ان هما يعني وجهتين لمعادله صعبه، بس انتوا بتحافظوا على ده ازاي؟ نعم. نحن الحمد لله اليوم دبي سفاري بارك هي وجهه للسياحه المستدامه. الاستدامه بالنسبه لنا يعني انبدت في الدي ان اي، يعني في جزء من هويتنا للامانه. بالضبط. يعني نحن يعني من ابسط شيء، من عدم طباعه الاوراق لين استخدام احدث التكنولوجيا مثل ما تفضلتي في مركز الابحاث، كذلك استخدام السولار بانرز، الاشياء المتعارف عليها للاشياء التقنيه اللي اكثر. يعني لدرجه حتى نحن الانيمال ويست نسوي له ديكومبوز عندنا ونستخدمه لاعاده يعني تسميد غذاء الحيوانات. فهو سايكل كامل يعني او دوره متكامله. فعندنا امثله جدا جميله للاستدامه، وهي طريقه حياه بالنسبه لنا اكثر من ما هي يعني خلينا نقول ايفنت. كويس. خلينا نتكلم على انه احنا بنحاول نفهم الولاد الصغيرين تحديدا انه ازاي نحافظ على الموارد بتاعتنا علشان المستقبل، وعشان كمان ولادهم واولاد اولادهم. نعم. الاجيال الجديده. نعم. انتوا هل بتعملوا مثلا حاجات تثقيفيه للاطفال؟ بتدوا فكره للناس ايه اللي بيحصل، ازاي الغابه دي اتعملت؟ وخاصه انا سامعه انه في فكر جديد في العالم كله. احنا كنا بنتكلم، يعني مصر كانت بتتكلم فيه من ايام محمد علي، انه نعمل غابات علشان اعاده الحياه تتطور بشكل افضل، ويبقى فيه مفيش تلوث للبيئه. فهل انتم بتعملوا نوع التوعيه ده؟ طبعا نحن اليوم في دبي سفاري بارك يعني نحن تقريبا استقبلنا في الموسم الحالي اكثر من 40,000 طالب. بالنسبه لنا نحن هي مش زياره عاديه ولا مش زياره ترفيهيه، هي بالعكس نحن نحاول وينسباير ذم او نثقفهم، وحتى يعني نبني فيهم حس المسؤوليه. ونحن انا شخصيا فخور اني انا يعني كنت جزء من الرحله هذه. عندنا برامج هادفه لهم تثقيفيه تكون في دبي سفاري بارك، وكذلك يعني نحن مش بس البرامج فقط، لكن في كان برنامج كامل متكامل اللي هو الجونيور رينجر، اللي هو يعني مثل ما تقولين الرينجر الصغير، الادفنشر، يعني ادفنشر اللي هو المغامر الصغير، كيف ممكن يعني يتعرف على الحيوانات، يهتم فيها، يحافظ عليها، انواع الاشجار.
لان نحن في السفاري عندنا اكثر من 3000 نوع حيوان مع اشجار. لو انت بتدي نصيحه كده للكاميرا، في ايجنتس كتير بيشوفونا، في شركات كتير بتشوفنا، تقول لهم ايه علشان تعرفهم اكتر بالغابه بتاعتنا؟ نعم، نحن لما نتكلم عن دبي سفاري بارك نتكلم عن هي الوجهه المثاليه الرائده اليوم لقضاء وقت ممتع، سواء كان مع العائله ولا الاطفال ولا حتى الاشخاص. يعني نوفر يعني عندنا الاف ام بي، عندنا جميع او مختلف انواع المطاعم، عندنا زونات مختلفه بثيمز مختلفه، يعني في القرى عندنا القريه الاسيويه الافريقيه وغير، فالتجربه متنوعه وفريده، هي تعليميه، هي تثقيفيه، هي ترفيهيه. انا بشكرك، الله مستر يسلمك كتير وجود لك. شكرا، سعيد في لقائكم، شكرا.